عارف في التزام زياده شويه. يعني حتى كان على طول عاشور عشان كنت معظم الوقت بقعد معاه يقول لي الماتش ده بالنسبه لنا حياه او موت يعني. ماتش الزمالك نعمل اي حاجه، نعك نعمل اي حاجه بس ما نخسرش. امم يعني نبقى بس وحشين. دايما كان عندكم ثقه انتوا هترجعوا في اي وقت. هو حته دي دايما الرجوع اه. كانت دايما موجوده في الملعب. يعني حتى عاشور في الماتش ده هم جم فترات كانوا احسن مننا. امم عاشور حتى كل كلامه في الملعب عادي، ايه المشكله؟ ما هو كده كده احنا هنكسب. عارف اللي هو ليه حتى كده يبقى نكسب؟ بيسمعهم الكلمه في الملعب. لا بيلعب هو بيلعب دايما باعصابهم. بيسمعها لهم. يعني حتى ما جه في انا طارق، يعني من الناس اللي هو اخويا يعني عشان متربي معاه في المنصوره. فجي طارق مين؟ دخل طارق حامد. اه. فدخل في طارق. واحده جامده وكده، فانا ما كلمتوش. خلاص اه موقف وخلص ورجعت. لقيت عاشور راح له. لا انت تنسى ان هو صاحبك. بره الملعب سلم عليه، في الملعب ما تعملهاش تاني عشان انا اللي هردها لك بعدها. دي بقى بتفرق شخصيه لعيبه النادي الاهلي من شخصيه لعيبه هي دي الزمالك. اللي بتفرق بصراحه. يعني عشان انا شفت اللعيبه هنا وشخصياتهم. يعني انا بقول دايما بشوف ان سكواد الزمالك جامد جدا. فدي بترجع ليه؟ بس المشكله الاولى والاخيره في نادي الزمالك ان انا عايز السبوت عليا لوحدي.